يا بنتي حرام عليكي اللي بتعمليه في الراجل ده. يا بنتي الرجاله ذنبها ايه؟ الدنيا شتا ولا الدنيا تلج؟ الرجاله ذنبهم ايه؟ الرجاله ما زي ما بيجي كده يرجع من الشغل تعبان وقرفان، لازم يلاقي حاجه حلوه قدامه. ملوش دعوه تقعدي بالكلفته ولابسه طاقيه ولابسه مش ليه يا بنتي؟ ما ينفعش الكلام ده، الراجل لازم يتدلع. ايه ده يا استاذ؟ انت بتكلم حد؟ ما ينفع. اه. انت بتكلم حد؟ صاحبتي. طب انت لا يا بتصاحب؟ حبيبتي، ده انت ده جوزي بتصاحب؟ كده كان معدي وكان بيسألني يعني. لا اله الا الله. فانت لازم. ايه ده اللي انت عاملاه ده؟ في ايه؟ مكلفتي نفسك كده ليه؟ واللي لابسه في ايدي كده؟ لابسه شراب في ايدي؟ اخلص المكالمه واكلمك. فيا بنتي انت لازم تخلي بالك من الكلام ده كله. ما ينفعش انت تقعدي يجي من الشغل يلاقيكي لابسه رواب ولابسه كيرينات ولابسه مش عارفه استرتشات ولابسه وتقولي الدنيا برد. ايه ده؟ ايه هو ده؟ الرجاله ايه مالهم ده؟ من البرد؟ انت هاتي بتكلمي مين لك كده؟ دفايه ولا اشتري لك انت دفايه بتكلمي مين كده؟ واقعدي البسي بيجامه حلوه. انت بتكلمي مين كده؟ بتصاحب حد؟ يا نهار اسود. ايه؟ انت ويرجع يبص عليكي بقى. تعملي ايه بقى لما يبص عليكي؟ حلال بقى لو بص عليكي وانت كده. والله الله يحصل فيك انت اصلا. بقول لك انا عايز اسال سؤال، هو انت بتكلمي حد بتنصحيه؟ طب بصي انا هقوم بس كده ايه. هسرح شعري كده بس عشان جوزي كان معدي وهكلمك تاني. ماشي ماشي يا حبيبتي. ايه يا عماد؟ في ايه يا عماد؟ هو انا يعني في اسال ايه يا سؤال. عماد؟ هو انت بتنصحي الست بايه؟ اصل انت اصل هي مين على طول استاذ مين جوزها مين بيبص مين عليها. اللي بتكلميها دي؟ دي اميره صاحبتي. يا انت ابني هي على بتنصحي؟ طول بتشتكي ان جوزها بيبص عليها. فانا بقول لها خلي بالك، على طول قاعده له متكلفته وتقول لك الدنيا برد. بتلبس ايه بقى؟ بتلبس بيجامه وتلبس لكلوك. بتلبس زي كده يعني؟ بتلبس زي ده ايه؟ انت لابسه في ايديكي شراب على فكره. الدنيا برد. ولكلكم مش عارف وبيجامه. يعني انت بتنصحيها وانت اصلا ما بتعمليش كده؟ لا يا حبيبي، ما انا عارفه ان انت عمرك ما انا عارفه ان انت بردانين مع بعض وحاسين بالبرد مع بعض، انت عارف. او طب انا ماله والبردانين؟ انت بتنصحيها بتقولي اعملي كده عشان جوزك ما يبصش عليكي. مالناش دعوه بجوزها مش كويس، لكن انت بني ادم كويس، انت حاسس بالبرد اللي انا فيه. لا والله. يعني انت لا حول ولا قوه. يعني هو جوزها، يعني الحاجات دي وبعدين تفرق معانا ولا انت لا تفرقش؟ تشتري لي جوانتي بكره، انا ما لقيتش جوانتي رحت لابسه بدله وشراب البيت. اول مره اشوف حد بالشراب والله يا بنت. اعمل ايه؟ طب ايديا متلجه مش قادره خالص. كويس إنها مش لابسه في وشك اصلا. مش انت يعني اول مره حد يشوف بالشراب في دي والله. لا حول ولا قوه إلا. طب ما تجيبي جوانتي، يعني هو دي مشكلتي الجوانتي يعني؟ ما انا ما لحقتش بقى اجيبه والدنيا تلج. مش للدرجات دي يعني. لا ده يا احنا لهوي. لسه في شهر 12، ما دخلناش لا في شهر. بس الدنيا متلجه من تحت ده انا عايزه نفسي اقوم اعمل لي شويه حاجه تدفيني شعريه باللبن وبعدين انت ولا بطاطا بتنصحيها باللبن. بحاجات انت مش بتعمليها اصلا. انا ما بعملش كده يا عماد. امال ايه؟ طيب امال مين اللي بتكلفت ده؟ امي. الدنيا برد. طب ما هي برضه الدنيا عندها برد. لا وهو انت هتبص عليا زي ما جوزها بيبص؟ انا بنصحها عشان جوزها كل يوم مع واحده. طب ما انا طبيعي الشغل كل يوم مع واحده، انا المفروض انت انت. طبيعه شغلك، لكن انت بني ادم كويس، انت مؤدب ومحترم وابن ناس. يعني طب معقوله؟ طب ما هو ممكن يكون جوزها برضه مؤدب ومحترم. لا لا بصراحه لا، يعني انا مش عارف صراحه، يعني باب النجار مخلع انت بتنصحيها وانت اصلا مش بتعملي كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا الدنيا حول. بقول لك ايه يا عماد؟ اه. الدنيا تلج ان شاء الله باذن الله. يعني بكره ولا بعده كده ما الدنيا تدفي شويه هبقى طب اقلع هو الشراب. لو هي اتكلفتت ولبست شراب في وشها ولا في ايديها والكلام ده؟ في وشها. ما هو يعني مثلا يعني. طب هو جوزها ايه اللي ممكن جوزها يعملوا عليها بقى؟ يتجوز عليه. يتجوز عليها؟ اه. ليه بقى؟ عشان خاطر لبس الشراب في ايديها وكلفت نفسها اه يتجوز؟ طبعا، ازاي تقابله كده؟ ازاي يجي- تقابله بالمنظر ده وبالطريقه دي؟ وهي اصلا هو ماله مال التلج؟ هو الرجاله يفهموا التلج يا عماد؟ ده يعني انت هو عارف صنف يعني الرجاله اللي يعني مش كويسين. صنف انت كويس يا يعني هي حبيبي. لو عملت كده جوزها هيحق له يتجوز عليها صح؟ اه طبعا. وشهد من اله كده. قصدك ايه؟ لا ما انا بقول لك لا اله الا الله. يعني قصدك ايه يعني؟ اللي انت هتروح تتجوزها دي الدنيا عندها هتبقى 40 درجة الحرارة، وعندي انا دلوقتي 5. هي حرة بقى. هي ما هي حرة. برضه هتتكلف كده، هتبقى متلجة برضه. ابقى اتجوز واحدة تانية ان شاء الله. 2. وثلاثة واربعة، ايه المشكلة؟ ما هو كل واحدة لما تتكلفت جوزها يتجوز عليها. ما ده محدش هيقعد على ذمة حد بقى، هتلاقي كل الناس عادي، دي الشتا اول ما الدنيا تدفي شوية هقلع الشراب ده من ايدي اوعدك. وتلبسيه في وشك. صح. مش عارفة اقول لك ايه.
قطعت المكالمه مع البت، كنت بنصحها ما وعماله انا ما اعيط احبش حد يقول حاجه هم مش بيعملها. يعني لما تيجي تنصح حد بحاجه لازم انت الاول تعمليها، تبقى قدوه تعمليها وبعدين تبقى انا تنصحيها بيها. بني ادمه، انا بني ادمه لحم ودم، بحس زيكم بالبرد. ويعني انت بني ادمه وهي حماره، ما هو برضه هي بني ادمه وتلاقيها سعانه. بص يا حبيبتي، بص خلي بالك، هو مش بالكلفتة ولا في يعني المعاملة الطيبة طبعا يعني ها، راحة البال، الحاجات دي كلها هي اللي بتفرق. سيبك من موضوع طب ما هي الكلفتة. كل يوم بيبص عليه، تفتكر ايه السبب غير كده؟ مين قالك بيبص عليها؟ هي قفشته كذا مره. هي مريضة. يو، مين؟ هي مريضة في دماغها صراحة، يعني ازاي بيبص عليها ولا بيبص؟ قفشته كذا مره يا ابني، لازم يبص عليها. انت ما بتشوفش شكلها ومنظرها عامل ازاي؟ طب انا عايز اجيب لك مرايه كده، اجيب لك اجيب لك مرايه تشوفي نفس اللي انت بتقولها. على فكره اجيب لك مرايه وتشوفي نفسك برضه بالشراب اللي لابساه في انت وشك ده. حبيبي مش بتاع الكلام ده، انت ارقى من كده. ارقى من كده. ماشي خلاص، افضل انصحي انت كده اصحابك وسيبي يلا يلا نفسك. اقفل بقى، ما اكمل مكالمه، ما تقاطعنيش. ربنا يعينك ويعينها.